قد يتساءل الغارق في الذنب: أيتوب الله علي؟ أيقبل توبتي؟ أتغفر كل خطاياي؟ الجواب مما رواه الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب. وروى الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا ألنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم يقول الله عز وجل: ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الذي يتردد في التوبة، أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب، أن الذي يحجم عن أن يتوب عنده 5 مشكلات. إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله. والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب، وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء، وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب. هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها القرآن. فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر. يكفي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ألست شيئا من هذه الأشياء؟ أليست ذنوبك شيء من هذه الأشياء؟ رحمتي وسعت كل شيء. وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وأما النقطة الثالثة، أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 4 أحاديث. أما الذي يقول ذنوبي لا تعد،
بماذا نجيبه؟ عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن. إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها. وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام، أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. العبرة أن تكون واثقا من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلا فصار كريما، كان متفلتا فصار منضبطا، كان وقحا فصار حييا، كان جبانا فصار شجاعا، كان جاحدا فصار منصفا. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها، وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها
عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا في صحيح الترغيب والترهيب. يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولنسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة. الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا تبنا إليه. ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر حينما أحس بخطئه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا قال؟ قال: فعملت لذلك أعمالا صالحة لتكفير الذنب. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن ترقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول: كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقا في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه. والدليل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام. ولآتينهم من بين أيديهم، يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية. وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس: لم تتقن شدات الفاتحة، إذن صلاتك غير مقبولة باطلة. لم تفعل كذا، عملك غير مقبول. طبعا لا بد من أن نحسن قراءة القرآن، لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان بسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان. هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم، يدعوه إلى المعاصي والآثام.
ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. دائما يشكو الإنسان دنياه وقد يكون غارقا في نعم لا تعد. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكرا من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان. إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان. إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان. إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك، هو من وسواس الشيطان. إلى أن تبخل وألا تنفق، هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.